مساء الفل. أنا جاي لك الفيديو ده عشان أقول لك إن مش كل حاجة أنت مخطط لها هتمشي زي ما أنت عايز، لكن كل حاجة بفضل الله هتتحل. طبعًا كخطوة أولانية حسبتها كويس جدًا عشان خاطر أقوم مشروع زي ده، لقيت إن أنا لازم يكون عندي كمبيوتر، وأنا الحقيقة الفترة اللي فاتت دي كلها ما كانش عندي كمبيوتر منزلي. الحقيقة جربت يكون عندي لابتوب ولكن أنا احتجت فلوس جدًا عشان كده بِعته، وده اللي خلاني فعلًا أنزل أجيب كمبيوتر على قد الإيد. لكن مع على قد الإيد دي بتيجي حاجات تانية سبق وقُلت لك عليها قبل كده إن الخطة مش هتمشي دايمًا زي ما أنت عايز، لكن على قدر معرفتك والمعلومات اللي أنت لميتها، هتقدر تحل المشاكل دي كلها مهمًا كانت. بالفعل مواصفات الجهاز زي ما أنتم شايفينها قدامكم كده، والمشكلة اللي كانت قدامي هي كارت الgraphics. الكارت بتاعي كان NVIDIA Quadro NBS 510 والحقيقة إن الكارت ده قديم جدًا. المخارج بتاعة الكارت mini DisplayPort. والحقيقة إن الكارت دوّة مش بيتباع كتير بسبب إن المخارج دي قديمة جدًا، بالتبعية مش هتلاقي ليها أي إكسسوارات غير نادرًا. لمّا جِبت الكمبيوتر وجِبت الكارت، ما لقيتش الموضوع سَلِس معايا إن أنا ألاقي الكابل بتاعه، وعشان كده قررت ورغم عادتي إن أنا أروح أكتر مكان أنا ما كانش عندي شك ولو 1% إن أنا مش هالاقي الكابل ده هناك. الشارع ده مشهور جدًا بإنه مليان ببياعين وتجار ومحلات قطع غيار الكمبيوتر بمختلف أشكالها. والحقيقة مع كرم ربنا عليّا مع أول محل دخلته، لقيت الكابل اللي بادوّر عليه، وزي ما أنتم شايفين الشاشة اشتغلت والحمد لله طلعت شغالة كويس جدًا، جدًا، ما عدا وجود مشكلة صغيرة وهي مشكلة الpixels لإن الشاشة ديّة كانت بقى لها فترة طويلة جدًا ما اشتغلتش، وزي ما أنتم شايفين كده الشاشة محبّرة وربنا يقدّرنا على اللي جاي. السلام عليكم.